حيث تحاول هذه الجهات والأوساط الشوفينية الحاقدة الإساءة للكرد وحركته الوطنية التحررية وتشويه صورته الحقيقية ونضاله وتضحياته من أجل تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا اتحادية ديمقراطية تعددية برلمانية. إن المرجعية السياسية الكردية تدين مثل هذه الأصوات والمواقف اللامسؤولة وتؤكد على المضي قدما في نضالها من أجل توطيد السلم الأهلي والعيش المشترك بين مكونات المنطقة من عرب وكرد والسريان كلد آشوريين، كما تؤكد على وحدة الموقف الكردي في مواجهة هذه المحاولات وتدين الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش بحق الإخوة الآشوريين في منطقة الخابور، ودعت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لحماية وسلامة المخطوفين وتحريرهم. كما وأكدت المرجعية على متابعة اللجنتين الإدارية والحماية لعملهما وتذليل العقبات وصولا إلى تنفيذ بنود اتفاقية دهوك نصا وروحا في أسرع وقت ممكن. وتم النقاش بشكل مسؤول وجدي حول جميع المسائل المطروحة وضرورة التوافق على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يخدم قضية شعبنا الكردي وعموم أبناء المجتمع في روجافاي كردستان.